عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من مارينا السلميه. الفيديو ده يا جماعة من مارينا في السلمية. مارينا من أرقى الأماكن الترفيهية الموجودة في الكويت، وطبعا مكان جميل جدا وفيه محلات تجارية كتيرة جدا. في مكان ترفيهي وفي كل الناس العائلات بتروح فيه على مدار الأسبوع، بس الأيام دي حصل فيه تطوير كتير جدا والناس تتمنى إن هي تروح تشوفه هناك. في ناس كتير كانت بتسأل إيه الأماكن اللي ممكن نروح فيها في الكويت، فأنا بقول لك مارينا في السلمية دي في حاجات كتيرة جدا. طبعا مارينا من جوه بقى المنظر بتاعها خرافي ومعمول بتنظيم عالي جدا، معمول بحاجات مكلفينها قوي وحاجات معموله نظام اوروبي. تلاقي الحاجات كده معموله بنظام اوروبي، مش نظام يعني معمول هنا في الكويت كتير. وطبعا فيه اهتمام كتير جدا بالاماكن الترفيهيه في الكويت، وان شاء الله في الفتره الجايه هصور لكم من اماكن تانية ترفيهيه الناس المقيمه في الكويت تروحها وتزورها وتشوفها عامله ازاي. الممر ده او الكوبري ده بيعديك من ناحيه الاسواق بتاعه مارينا لناحيه البحر من الناحيه الثانيه. وطبعا الممر ده معمول عشان خاطر يكون علوي عشان ما تعديش من تحت من ناحيه السيارات. طبعا الاعلانات دي كانت معموله لكاس العالم، وطبعا المنتخبات دي اغلبيتها طلعت من كاس العالم وللاسف مش موجوده حاليا. فالاعلانات دي كانت موجوده ترويجيه لمباريات كاس العالم. طبعا في كافيهات كتيره جدا في المكان ده بتعرض مباريات كأس العالم بشاشات عالية جدا في أماكن كتيرة جدا، في كافيهات كتيرة جدا هتشوفوها قدام حاليا في الفيديو. الممر ده طويل جدا، بتكون ماشي كده. هنا كده وصلنا للكافيهات. الكافيهات طبعا في دور أرضي وفي دور أول علو وفوق، في كافيهات فوق وفي كافيهات تحت. طبعا زي ما أنت قاعد من فوق كده بتشوف البحر، طبعا أنت قاعد على البحر أصلا كده، يعني هي مارينا معدولة على البحر كده وجهتها للبحر، فأنت بتبقى قاعد في مكان كده قدامك البحر. مكان جميل جدا بصراحة، أتمنى إن أي حد يروح يزور المكان ده. فلو انت بقى من عشاق نزول البحر، طبعا في اماكن مخصصه للناس تنزل البحر براحتها، وفي اماكن تطلع من الميه تاخد شاور براحتك مفيش اي مشكله. وطبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو انت مره بتشوفني اشترك في القناه، ولو بتشوفنا على فيسبوك اعملوا فولو، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات كتيره جدا تعجبكم الفتره الجايه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.